دي واحدة من الأغنيات الجميلة جدا في غفلة الرغيب اللي كتبها الشاعر محمد بشير عتيق. محمد بشير عتيق هو شاعر كتب كثير جدا من المفردات الغنائية اللي غنوا بها مجموعة كبيرة جدا من الفنانين. محمد بشير عتيق الأغنية دي يقال أو تحدثت عن إنه محمد بشير عتيق كان عنده علاقة عاطفية مع واحدة من الفتيات، عنده محبوبة وكان بيمشي ليها وبياخد يدي معاها في الونسة وكده. فقالوا يوم من ذات الأيام محمد بشير عتيق مشي ليها وكان محتاج لقاها عيان، عندها شنو؟ عندها نزلة. فقام بعد ما يتونس وضرب 10 ونسة كده وسلم عليها وتكفر لها وتحدد ليها السلامة. فبقى جاي لما قام وهو طالع فقامت قالت له بكل براءة، قالت له ما فيها قصيدة. فقام طوالي شاعرنا محمد بشير عتيق كتب في غفلة رغيبي: رحت أزور حبيبي لقيته شوية حاسي. معناها شنو؟ معناها عيان ضاجع في سريره متوسد وزيره بين طيات حريره. شوفوا الكلام ده جميل. حييته وجلست، سلم على لقاء عيانه وقعدت حييته وجلست ومن حسن اختلست في سحره انغمست بحديث دبلوماسي قال لي موري ماسي واحذر من تماسي. فدي كانت واحدة من رواية الفنان أو الشاعر محمد بشير عتيق وغنوا له مجموعة كبار الفنانين. كانت هذه واحدة من الأغنيات الجميلة جدا اللي تغنوا بها مجموعة برضو من الشباب بينهم برضو ياسين وخانسة الأخوان وأدوها بتطريب عالي جدا وخلافهم من الفنانين. نحن حنسمعها بصوت ياسين وخانسة كامتداد لمسيرة الغناء السوداني وتواصل الأجيال. ودي كانت ختام حلقتنا ليوم الليلة من برنامج نغم. نعود نلتقي بكم في حكاية أخرى. وتلف جمالك سحروك ولا مالك، وتلف جمالك سحروك ولا مالك، صار يا حبيبي لونك فاتر زي عيونك، صار يا حبيبي لونك فاتر زي عيونك، قال لي عندي حمى وبي صداع لما من أسر انتكاسي اتعذرني عاسي ولي يومين قاسي في غفلة رغيبي، ورحت أزور حبيبي لقيته شوية حاسي غفلة رغيبي.